في ملعب بن بطوطة في طنجة الأشغال الميدانية مازال متواصلة بوتيرة سريعة، وهادشي في إطار المرحلة الثالثة من مشروع تركيب هيكل السقف. الخدمة وصلت لمستوى متقدم بزاف كيعكس حجم المجهودات الكبيرة اللي كتقوم بها الفرق التقنية والهندسية. المشهد ديال الهيكل الفولاذي ولا اليوم واضح، وبدا كيرسم ملامح السقف المستقبلي ديال الملعب بتصميم هندسي عصري ومنسجم مع الطابع العام للبنية المعمارية ديال هذا المرفق الرياضي. السرعه اللي كتنجز بها الاشغال في هذه المرحله كتبرز حرص المشرفين على المشروع باش يحترموا الاجال المحدده وحتى يتجاوزوها باعتماد اسلوب عمل متواصل ودقيق. اغلب اجزاء الهيكل دابا ركبوا في بلاصتها، وهذا الشيء كيعطي صوره شبه مكتمله للشكل النهائي ديال السقف. الفرق العامله اللي كتجمع خبراء وفنيين خدامه على تثبيت القطعه الاخيره بعنايه مع التركيز على اعلى معايير السلامه والجوده في كل خطوه. ومن داخل الملعب وحتى من محيطه الخارجي المنظر كيبان فيه ديناميكيه كبيره، بحيث كتشوف المعدات الثقيله والرافعات في مواقع محدده كترفع وكتثبت الاجزاء المعدنيه بدقه متناهيه. التنسيق بين الفرق المختلفه من مهندسين عمال تركيب ومراقبين كيدوز في انسجام، وهذا الشيء كيساعد على تسريع وتيره الانجاز بلا ما يتاثر مستوى الجوده او المعايير الفنيه المطلوبه. ومع اقتراب اكتمال هذه المرحله بدات ملامح الانتقال للمرحله المقبله اللي هي تركيب لوحات السقف اللي غادي تغطي الهيكل كامل وتعطي المدرجات حماية تامة من العوامل المناخية وتزيد للملعب مظهر عصري وجذاب. هاد اللوحات غادي تركب وفق تصميم هندسي متطور كيراعي الجمالية والواضحية، وهذا الشيء غادي يخلي سقف ملعب بن بطوطة من أبرز العناصر المعمارية في المنشأة. الأجواء في موقع الأشغال عامرة بالحماس، حيث كل واحد عارف أن اللي باقي يوصلهم للمرحلة النهائية ما هو إلا خطوات قليلة. اللي يوصل حتى الآن هو نتيجة عمل جماعي مكثف وتخطيط وتنفيذ بدقة عالية. الفرق العاملة كتعامل كل نهار بحال إلا هو نهار حاسم، كتحط فيه قطعة جديدة تكمل لوحة السقف العملاق في مشهد كيبهر المارة ورواد المنطقة. ومع التقدم السريع في الأشغال نقدروا نقولوا أن ملعب بن بطوطة غادي بثبات باش يتحول تحفة معمارية ورياضية بمعايير دولية. وهذا التطور غادي يعزز مكانة الملعب كوجهة رئيسية لاحتضان المباريات الكبرى والفعاليات الرياضية الدولية بما يليق بمدينة طنجة وتاريخها العريق في مجال الرياضة. نوصل لهذه النسبة من الإنجاز في هذه المرحلة الثالثة مع اقتراب إكمال الهيكل كيعكس التزام كبير من جميع الأطراف المشاركة في المشروع، سواء من حيث الدقة في التنفيذ أو السرعة في الأداء. وكل المؤشرات كتبين أن المرحلة الجاية ديال تركيب لوحات السقف غادي تبدأ مباشرة من بعد إتمام الأشغال الحالية، باش يبان المشهد العام للملعب أكثر اكتمالا وأكثر جاهزية لاستقبال الجماهير في صورة رائعة. وبهذا الإيقاع السريع والرؤية الواضحة كيدوز مشروع السقف ملعب بن بطوطة آخر خطواته في مرحلة الهيكل، باش يبدأ قريبا فصل جديد من العمل الهندسي نحو اكتمال الصورة النهائية لهذا الصرح الرياضي الكبير. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في قناة أنوار ستاد وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي لنا رأيك في التعاليق. شكرا على المتابعة ونشوفكم في فيديو جديد.